دونك اليوم باش نحكيو لأول مرة الشركة المعنية والمدير التنفيذي للشركة متاع فواياجور أويل أند غاز الكندية، واللي معناتها مجبودة في الحكاية هذه، اللي هو مسيو دارن عبد الرحيم ستيفنسون، ضيفنا اليوم في لاباس. مرحبا. نحبوا توا نعرفوا الحكاية. أنت مسيو عبد الرحيم، نعيط لك؟ أي مسيو عبد الرحيم. دارن's fine. اوكي. انت عايش في تونس؟ أعيش في تونس وكندا. في رصيدك 17 عام خبرة في مجال التكنولوجيا وجمع التمويلات وعمليات دمج وشراء المؤسسات، وشغلت منصب المدير التنفيذي في برشا شركات تنقيب بالبترول في برشا بلدان. Exactly. دونك أسست شركة فواياجر باستثمارات من كندا وقطر وتونس بالتعاون مع الشركاء ومساهمين توانسة. Yes. قديش كانوا عندك أسهم وقتها؟ Yeah, I used to, the total number of shares I held in the company was 8 million shares. So I'm the founder of the company in 2006. And we make the company for the Borja Khader Rassoud permit in Tunisia. كنت أملك 8 مليون سهم في الشركة، وأسست الشركة في 2006. وبعثنا الشركة بهدف التنقيب على النفط في حقل برج الخضراء بالجنوب التونسي فقط. مهمتي كرئيس مدير عام للشركة كانت تتمثل في توفير الاستثمار وتجميع الفريق الفني وإنجاز عمل التنقيب طبقا لما تتطلبه الرخصة. توصلت صحبة الفريق إلى جمع 16 مليون دولار أمريكي قبل أن تأتي الأزمة الاقتصادية والتي مثلت نكسة للجميع. في المقال متاع نواة جملة سليم شيبوب استولى على نصيبه في الشركة. معناتها كلامك ينفي هذا الكلام. استولى أم لم يستولى؟ نعم صحيح. ما حصل مع سليم شيبوب أساسا هو أنه أراد أن يستحوذ على رخصة التنقيب، وخطته كانت تتمثل في قتل شركة فواياجر. إذن استغل الأموال التي ربحها من شركة نوفل إير والتي اكتسبها دون عناء يذكر، لأنه لم يكن يدفع سعر هذه الأسهم لعزيز ميلاد، فكل ما كان يقوم به هو الاستحواذ على هذا المال واستثماره في شركتي للقضاء عليها، وذلك بهدف الاستحواذ على رخصة التنقيب، غير أن الثورة جاءت وحالت دون تنفيذه لخطته. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا للثورة. شكرا. عايش. وبعد الثورة يعني من المفروض أنه سليم شيبوب غادر تونس. سليم شيبوب غادر تونس جسديا، ولكنه لم يغادر شركة فواياجر أبدا. كان يمتلك عددا كبير من الأسهم في الشركة. أنت لهنا أنت قاعد تقول في معلومات مهمة في قلب الموضوع. كيفاش معناتها كيفاش سليم شيبوب يحكم في فواياجر؟ نعم، لقد هيكل استثماراتها بشكل محكم، وتذكر ما قلته لك أنه كان يسعى دائما إلى قتل الشركة. لقد سرق مالا من الشركة بحيث أنه أخذ أموالا لم يقم بإرجاعها إلى حد الآن. إلى غاية اليوم فهو مدان بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي لشركة فواياجر، أو بالأحرى كان يسرق المال من الشركة بدون أن يكترث بإرجاع هذه الأموال. إلى غاية يومنا هذا ما زال يمتلك بواسطة شركته المنتصبة في الخارج، بالأحرى في دبي، واسمها جرين أولد أند غاز، وتمتلك هذه الشركة حصة تقدر ب 16% من أسهم شركة فواياجر. لحظة. اليوم شركة سليم شيبوب في الخليج تمتلك أسهم في فواياجر. 16%. It's the largest. نعم، وهو يمتلك 16% وهو أكبر مساهم. آسف، هو ثاني أكبر مساهم، لأن أكبر مساهم من قطر، والثاني هو جرين أويل أند غاز شركة سليم شيبوب. ولكن هذه الشركة في تونس مقدمة على أنه مالكها شكون؟ يعني الحكومات التونسية تعرف أنه مالكها سليم شيبوب؟ Yes, of course the Tunisian government knows. The Tunisian government knows, Anadarko knows, but because of the process for confiscation. نعم، بطبيعة الحال أن الحكومة التونسية على علم بكل شيء. الحكومة التونسية على علم وأندركو بعملية المصادرة التي لم تتوصل الحكومة التونسية من خلالها إلى استعادة الأصول المتواجدة بالبنوك المنتسبة بالخارج.
كما لاحظنا أن هذه العملية صعبة جدا في تونس، لذا نعتقد بأنه حان الوقت للحكومة ولفوياجر وأنا بنفسي بصفة المدير العام آنذاك للتعاون معا والتأكد من أن هذه الأسهم ستعود إلى الشعب التونسي. تذكر ما نحن بصدد الحديث عنه، نحن نتحدث عن رخصة تنقيب قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تعود ملكيتها إلى الشعب التونسي، ونصر على وجوب استرجاع الشعب التونسي لهذه الأموال. خلينا نحكي توا على سيبسي جيت. دونك بعد 5 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم نتاع سليم شيبوب خذوا مصادرة أملاكه. دونك هل صحيح أنه تقدم حسب نواة مطلب للإدارة العامة للطاقة تابع وزارة الصناعة بطلب استرجاع ممتلكاته وتحويلها لشركة أنداركو بيكس تونيزيا كومباني كما قال موقع نواة؟ Yeah, so when I came back from Canada last week, I was surprised to hear about this situation. And to be honest with you, I نعم، عندما عدت من كندا الأسبوع الماضي فوجئت باكتشاف هذا الوضع، وبكل صراحة الحقيقة لا تتأخر أبدا. وكما قلت ما يهمني أساسا هو مد يد المساعدة، ولكن ما ألاحظه الآن هو أنهم يقولون الكذبة تلو الأخرى حول الموضوع. وبالنسبة لي أهم شيء هو الإفصاح عن الحقيقة وأن أقدم الوثائق المدعمة لذلك. أنا ما زلت أنتظر الحكومة لكي تتصل بي وتطرح علي أسئلة، وآمل أن يتم ذلك بعد ظهوري في هذا البرنامج. تولى الباجي قيد السبسي منصب رئيس الحكومة وأخوه محامي الشركة أنداركو. أنداركو الشركة الكبرى. Anadarko in Tunisia. So before Anadarko had company in Tunisia. أنداركو في تونس. أنداركو هي شركة كبرى وكانت لها شركة أخرى في تونس غادرت منذ 8 سنوات، ولكن سلاح الدين السبسي ما زال هو ممثلها. وعندما غادر سليم شيبوب تونس أثناء الثورة لجأوا إلى الخطة ألف بهدف الاستحواذ على رخصة التنقيب مع الإبقاء على الخطة باء التي تنص على بيعها لفائدة شركة فوياجر. وبالتالي تولى شيبوب من خلال السبسي وربما من خلال مجلس إدارة فوياجر اليوم التي أتى بها شيبوب إلى الشركة. وبالرغم من أنني قدمته لشيبوب فقد فضل سليم التعامل معهم وبيع الأسهم لشركة تونسية مايادور بما يعدل 7% من أسهم فوياجر التي قاموا بمصادرتها بدون إشكال يذكر. ثم قاموا ببيع هذه الأسهم بدون شفافية وبدون الإفصاح عن هذه الصفقة. لقد قاموا ببيع هذه الأسهم لأنداركو وشيء لا يصدق. لهذا تتولى شركة أنداركو شراء أسهم فوياجر. هم شركاء ويمتلكون 8% من رخصتنا بثمن زهيد قيمته 20 مليون دولار أمريكي، في حين أنه يساوي مليارات الدولارات. فلماذا يحتاجون إلى أسهمنا؟ وأهم سؤال حول هذا الموضوع: أين تبخرت الأموال المتأتية من بيع هذه الأسهم؟ لأن ما عرضه السبسي خلال ظهوره الأسبوع الماضي اللي وراها في القناة الوطنية الثانية قال ماشية في حساب بنكي. باش نسألك يعني تباعت بسعر أقل عشرات المرات من السعر الحقيقي متاعها. أنا أفترض بأنني لست متأكدا أنهم قاموا ببيع هذه الأسهم مقابل ثمن زهيد، وبالتالي تسببوا في خسارة ملايين وملايين الدولارات التي من حق الشعب التونسي، وهذا ما يهمني في المقام الأول. أنا لست هنا للحديث عن سبسي أو شيبوب. لوجوا على حقيقة، احنا لوجوا على حقيقة ما يهمنيش في الأسامي. والفلوس وين مشات؟ السبسي ورا وثيقة وقال صبيناهم في بنك، حساب بنك. Yes, and the money that he talked about and what he was proud to show a document that now proves to me. المال الذي تكلم عنه والوثائق التي عرضها بالنسبة لي كاذبة. إنهم قاموا بعملية سطو، والوثائق التي عرضوها لا تعكس قيمة مالية متأتية من بيع أسهم أنداركو، بل هو متأتي من بيع رخصة التنقيب. بعبارة أخرى هذا المال لا يعكس بيع الأسهم. الرخصة مش الأسهم. But they want to use this money. ولكنهم أرادوا استعمال هذه الأموال التي كانت موثقة لديهم لبث البلبلة في ذهن الشعب التونسي
وبالتالي فقد كذبوا على الشعب التونسي بهدف الإثارة الإعلامية. ربما لم يصدقوا أنني سأتحدث عن هذه المواضيع، ولكنهم يستعملوا أرقاما مغشوشة والتي تتمثل في 338 ألف أو في 2.25 مليون دولار أمريكي، وهذه الأموال متأتية من بيع الرخصة بقيمة 15 سنتا للسهم الواحد التي أعيدت لكافة مساهمي فوياجر، بما يعني ذلك مايادور وجرين أويل غاز. كما تم الاحتفاظ بهذا المال داخل حساب بنكي بالبنك التونسي العربي الدولي. مايادور لها حساب بنكي بهذا البنك، وكذلك أندركو صرحت بأنها لا تعرف جرين أويل أند غاز. بدلا من أن يذهب هذا المال لفوياجر التي ستسلمه لجرين أويل أند غاز، نريده أن يظل في حسابنا بالبنك العربي الدولي وتحت مراقبتنا الشخصية، فما زال هذا المبلغ متوفرا بالحساب البنكي إلى غاية 4 أشهر خلت. وهذا أمر غريب أن تستحوذ الحكومة على هذه الأموال. كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تستحوذ على هذه الأموال، ولماذا؟ لم يصادروا أموال شركة جرين أويل أند غاز، فلماذا يصادرون أموال شركة فوياجر؟ إنهم قاموا بذلك ليوضحوا أن هذه الأموال متأتية من جرين أويل أند غاز، وهي شركة مختلفة تماما عما جاء في الصفقة. والسؤال الكبير الذي أود أن أطرحه على الحكومة التونسية وعلى لجنة المصادرة وعلى السبسي وعلى كل شخص: أين الموافقة على بيع مايادور؟ وثانيا، أين تبخرت كل الأموال؟ لأنني أعتقد أن الشعب التونسي يواجه عملية سطو على المال وعلى القيم، والتي تعتبر من أهم الأشياء. لما يتم بيع هذه الأسهم مقابل ثمن زهيد؟ ماذا كان عليها أن تفعل الحكومة؟ تخلي الأسهم عند فوياجر؟ Yes. Yeah, I think the government should, the government represents the people of Tunisia. So the government should ask for these shares back. نعم فعلا، الحكومة تمثل الشعب التونسي، وبالتالي الحكومة مطالبة باستعادة الأسهم حالا، ويمكنهم تسديد قيمتها إذا ارتأوا ذلك أو الاحتفاظ بهذه القيمة. كما يتعين على الحكومة التعاون معي أنا شخصيا ومع الشركة وعددا من الخبراء لكي نتأكد من مصادرة أسهم شركة جرين أويل أند غاز. كما أود التأكيد بأن الشعب التونسي يملك 22% من شركة فوياجر، وبالتالي الشعب التونسي هو الطرف الوحيد المخول بتحديد قيمة هذه الأسهم. ولماذا لا يتم ذلك؟ كما أود الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة للفساد، ولكنها ربما الأكثر انتشارا لدى الرأي العام، لأنها تشتمل على أسماء مثل السبسي أو شيبوب. ولكن هناك آخرون كذلك، وأكثرهم كانوا في الحكم حديثا، مثل وزير الصناعة السابق في حكومة السبسي، حيث تم التصريح بأنه حصل على 1,000,000 دينار مقابل منح رخصة التنقيب في يوم 5 مارس، وأمضى على رخصة التنقيب ثم الاستقالة في يوم 6 مارس. كانت هذه القصة في وسائل الإعلام بدون أن تستقطب الرأي العام. وكما ذكر المستشار الحكومي رضا سعيدي على أمواج إذاعة إكسبريس FM الأسبوع الماضي: يجب أن نتحرك بدلا من أن نفوت على أنفسنا الفرصة بالتركيز على الجانب السياسي، بحيث نبقى في الجانب النظري بدون تطبيق. وهذا يذكرنا بفترة بن علي، حيث كان يقدم الكثير من الوعود بدون الإيفاء بها. يتعين على المرء الإيفاء بوعوده في كل الأوقات. كما أن هناك العديد من الأشخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في مجال الطاقة، إضافة إلى من يشتغل في الشركة التونسية للأنشطة البترولية، حيث أنهم كانوا يعاملون بطريقة تعسفية. فكلما أثاروا قضية فساد وبدل أن يعترفوا لهم بالجميل كانت تتم مقاضاتهم. لماذا؟ معناتها ممكن تتم مقاضاتك أنت اليوم، ممكن اليوم أنت تتم مقاضاتك مسيو عبد الرحيم. هذا ما أتمناه، لأنني فقدت كل شيء ولم أعد أمتلك أي أصول بسبب ما فعله سليم شيبوب بالنسبة لي ولفوياجر. اليوم في فوياجر ما عندك حتى سهم؟ I have 511. من ضمن 8 مليون سهم لم يبقى لي سوى 500,000 سهم. كنت مدير تنفيذي اليوم لا شيء. لم أعد أمتلك أي شيء، لذا دخلت في مشاريع تجارية جديدة في شمال أفريقيا، حيث أتولى بناء وحدة تنقيب جديدة في ليبيا. أنا ما فهمتش حاجة معناتها، ما فهمت. أنت قلت لي جات الثورة، يعني تم افتكاك الأسهم تاعك بعد الثورة؟
No, what happened with me personally? So when Shaboub took control of the company, so he took control of the bank account of the company in Biat without any approval. And by the way, Shaboub, we offered him to be chairman of the board, but it was acting chairman. He was not legally confirmed by the shareholders. So actually ما حدث معي أنا شخصيا هو أنه بعد أن استحوذ سليم شيبوب على الشركة وعلى الحساب البنكي للشركة بدون أي موجب قانوني، مع أننا اقترحنا عليه تولي منصب رئيس مجلس الإدارة، عندما كان يتحدث عن منصبه كرئيس كان ذلك منصبا شرفيا وغير رسمي وليس له الحق القانوني للإمضاء على أي وثيقة. وهذه إشكالية أخرى، عندما استحوذ على الشركة توقف عن تسديد أجري وأجور الموظفين الآخرين مع الإبقاء على أجره هو $30,000 شهريا. So to keep alive, to put food on my table, I have to sell about 4 million shares, and now I'm left with 500,000. But this is not about me. This is not about what happened to me. I make. وبعد أن تعرضت لهذه المظلمة اضطررت إلى بيع أسهمي بسعر زهيد، حيث قمت ببيع ما يقارب 4 مليون سهم. كما قررت الدخول في مشاريع تجارية جديدة، بحيث لم يعد الأمر يتعلق بي شخصيا، بل هو يتعلق بمنجي غربي وبمنظومة الشفافية، وكذلك بمستقبل قطاع النفط والغاز في تونس. أنت قلت لي صارت سرقة في النسبة للقضية هذه، من مورط فيها؟ هل صحيح أنه سيد بيجي قايد سبسي ولا أخوه المحامي ولا وزير الصناعة مورطون؟ Yes. On the surface, or when I see what has happened, my first reaction is that the Minister of Industry, the confiscation president, confiscation commission president, Sipsi, the Prime Minister, Sipsi, the lawyer, and Salim Shaboub, the indirect large shareholder of Voyager, arranged for the theft. نعم، للوهلة الأولى حسب ما لاحظت فإن رد فعلي الأول هو أن وزير الصناعة ورئيس لجنة المصادرة ورئيس الحكومة الباجي قائد السبسي والمحامي سلاح الدين السبسي وسليم شيبوب خططوا جميعهم لسرقة أسهم شركة مايادور لفائدة شركة أندركو. لا يهم ما فعله سليم شيبوب بشركة فواياجر لإضعافها، بحيث اضطررنا للتفويض في 80% من أسهمها لأندركو. قضية السبسي جيت تبدو وكأنها هي القضية الأساسية، وبالتالي يتعين القيام بالتحقيقات الضرورية لكي نستعيد ثقة المستثمرين في مجال النفط والغاز في تونس، وهذه هي الإشكالية المفصلية، إضافة إلى اكتشاف حقيقة ما حدث لأسهم مايادور، وبالتالي يتعين مصادرة أسهم شركة جرين أويل أند غاز بأسرع وقت ممكن. نعم، يبدو وكأن كل العناصر متماسكة لإماطة اللثام على هذه القضية. معناتها التجاوزات هذه كل صارت بعد الثورة، باش نكونوا واضحين. After the revolution, yes. I mean, the violations from Shaboub, I have a 200-page technical report, which I can provide to the authorities. And some people in Tunisia already have this report. And in this report, it talks about what Shaboub did to Voyager. So this is one thing. نعم، بعد الثورة أنا أمتلك 100 صفحة تحتوي على الخروقات التي قام بها سليم شيبوب، وهي كلها في شكل تقارير فنية والتي يمكنني تقديمها للسلطات في أي وقت، والتي يمتلك منها عدة أشخاص نسخ. وهذه التقارير تتحدث عما فعله سليم شيبوب بشركة فواياجر. أي معناتها كي تقول لي اليوم حتى الحكومة هذه معناتها ساكت عليه، الحكومة الحالية. No, nothing. In fact, when I talk to people in the government, عندما تحدثت إلى أطراف حكومية في السابق مثل مستشاري رئيس الحكومة وكذلك بعض الوزراء، كلهم دعوني إلى أن أنتظر إلى ما بعد الانتخابات، ولكن أنا لا أتفهم هذا الموقف. ماذا يقصدون بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات؟ في اعتقادي هذه أهم معضلة تواجه المجتمع التونسي، والشفافية هي من أوكد واجبات الحكومة التونسية مستقبلا في مجال النفط والغاز. فالنفط يعبر تونس في طريقه من الجزائر إلى ليبيا، لذا لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات؟ ربما لأنهم عقدوا صفقة مع سليم شيبوب، لست أدري، ومن يدري. أنا لست مطلعا في السياسة، ولكن الأمر يبدو غريبا حقا، ويجب طرح هذا السؤال بكل جدية. لماذا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي بالرغم من معرفتها بكافة حيثيات هذه القضية؟